بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هعمل لكم بقى ايه؟ عارفين انتوا مستر ماسل او الهربك اللي هو بتاع التواليت يعني والقعده والكلام ده. هعمله لكم النهارده بطريقه جميله جدا ومكونات بسيطه وفعاليته جامده جدا جدا. على فكره يا جماعه، اللي ما شافش الفيديو اللي فات يشوفوا اللي هو بتاع الباور. بصراحه لا، ده بتاع الباور، بتاع اللهم صل الجنرال بتاع المسيح. انا جربته بصراحه في المسيح اهوت. انا قبل ما بعمل اي حاجه لازم بجربها الاول عندي واعملها لكم. بصراحه تحفه تحفه تحفه، بيخلي السيراميك بتاعك او البلاط قشطه قشطه منوره كده. طبعا احنا ما قلناش احنا عملنا ايه. احنا كده جبنا نص لتر ميه ودوبنا فيه معلقتين كبار ملح ليمون. معلقتين كبار ملح ليمون، دوبناهم كويس جدا، ولازم تتنكوا وراهم لحد ما يدوبوا. اهم حاجه ما تعمليش اي خطوه الا لما تخلصي الخطوه الاولانيه. تاني حاجه جبت هنا معلقه كبيره نشا، معلقه كبيره حلوه محترمه، او معلقتين لو انت عاوزاها تقيل سن. هو خفيف مني شويه بس مش مشكله، لان انا كده كده التواليت بتاعي بستعمله على طول، بس عشان يبقى تقيل السنه معاكي. القوام بتاعه يبقى ايه؟ تقيل شويه عشان ينزل براحته في القعده فينضفها كويس. وطبعا بعد ما دوبت النشا كويس، اهم حاجه تدوبي برضو النشا كويس زي ما انا قلت لكم. هنجيب هنا ايه؟ كنت انا جايبه يجيب 5 جنيه إيه بطاطس اهو. البطاطس ده اهو، البطاطس اهو. من الكيس على البتاع على طول تقومي لما الكيس ده على طول في ايديكي على الزباله على طول، ترموش شمال ويمين، لان لو في حته واقعه منه هتبوظ لك الدنيا. والتانية بقى تدوبه بسرعه بسرعه بسرعه، لان هو البطاطس انا ما بدوبهوش بقى في شويه ميه بره والكلام ده، لا، على طول على النشا، بس اكون ايدي ايه معاه على طول وتدوبه كويس جدا. شايفين انا بعمل ايدي كده في بخار كأنك كنت بتغلي، بتسخني ميه او بتسخني حاجه. بيبقى سخن جدا جدا، او خلي بالك لازم تبقى قاعده بعيد كده وانت شغاله. انا كده انتوا شايفيني طبعا انا بالداريه ليه؟ لان انا ايه بعد البطاطس والحاجه دي بعيد عن نفسك عشان ما تاذيكيش. ولو انت عندك حساسيه يا ريت يا ريت تعملي الموضوع ده، تلبسي كمامه انت جايه تشتغلي وتلبسي جوانتات برضه. بس انا كده كده مش هلمسه دلوقتي، فكل حاجه بالمضرب، ما بلمسش بايديا بحاجه عشان هو بيحرق الايد. تمام. واهم حاجه ممكن يستحسن يعني لو انت عندك اطفال، يا ريتك تعمليه ولادك يكونوا نايمين، يكونوا بالليل. ولو انت عندك بلكونه اقعدي احسن برضو في البلكونه واشتغلي فيه، علشان ما يعملكيش غزاز وكلام من ده في قلب ويتعب صدرك وكده. او قدام باب الشقه. المهم لو انت عندك اطفال ما يبقوش جنبك. هتجيبي هنا حوالي كده، حوالي نص كوباية صابون سايل اللي هو السايب العادي. وبرضه هننزل بيت دوبه خالص اهو. بصراحة الباور ده او النظف اللي انا عاملاه للتواليت ده بجد بجد تحفة تحفة تحفة، جربوه. اهم حاجة اللي هيشوفني على الفيسبوك، عشان الفيديو ده هينزل على الفيسبوك، فضلا منكم وليس امرا تشيروا الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. لو انت هتشوفوه على الفيسبوك، لو انت هتشوفيه على اليوتيوب، فانت بردك لو انت مش مشتركة في القناة اشتركي وشرفيني باشتراكك الجميل وحط اللايك بتاعك الحلو. واللي شوفنا على الفيسبوك يا ريت تخش على القناة اللي على اليوتيوب ويتابعني، اتشرف بكم طبعا. معلش بقى الحاجات اللي انتوا سمعتوها ديت الرسالة جت. فبعد ما دوبت البريل كويس برضو، هنا جيت بقى بالكلور. كلور سايب عادي من عند بتاع الصابون. مش شرط يعني تشتري ازازة من الجاهزة ولا حاجة، عشان التكلفة ما تبقاش غالية عليك، عشان احنا ما نبقاش ان احنا بن نكون احنا بنعمل في حاجة وبنعمل في حاجة تانية، يعني نوفر في حاجة نجيب حاجة غالية. لا، احنا كله بنعمل، يعني كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي بنساعد بعض علشان نوفر شوية، عشان الغلا اللي انتوا شايفينه اهو. بصوا القوام بتاعه هو لحد هنا المفروض هو كده حلو، ما تزوديش تاني ميه علشان يبقى تقيل شويه. انا هنا هزود تاني شويه كلور، بس انا ايه المفروض ما كنتش زودته،
ليه؟ عشان القوام بتاعه يبقى تقيل شويه، لما تيجي ترشيه على احراف القعده وتسيبيه ينزل براحته. فهو لو نزل بسرعه، لو كان سيل قوي ونزل بسرعه يعني ايه، مش هيبقى قوي المفعول قوي. انما لما ينزل ببطء، على ما تعملي مصلحه حواليه ولا تعملي اي حاجه، يكون هو ايه، اشتغل يعني. بجد سلسلة التنظيفات اللي انا عاملاها لكم دي جميلة جدا جدا جدا، وتحفة قوي قوي قوي، وجربوها ومش هتندم. انا ما بعمل، انا على فكرة جربت حاجات كتير على اليوتيوب، وفي حاجات باظت مني، وفي حاجات حلوة، وفي حاجات وحشة، وفي حاجات بلاقيهم يعني، بلاقي القنوات او الناس اللي بيعملوا الحاجات ديت في حاجة هما مش قايلين عليها، فبتبقى الحاجة معايا مش مظبوطة. اما لما تأنيني بقى انا بتجاربي وبجرب واعمل، بوصل لأحسن نتيجة، وبنزل لكم بالفيديو باللي انا بعمله بالظبط. الحمد لله. يعني الواحد هنا هحط شوية كمان، بس هو المفروض ان انا ما كنتش حطيت شوية دول، هو كان القوام كده تمام التمام. طبعا هنا انا ما لونتلكوش زي الجنرال اللي فات الوان ولا حاجه. فانت عايزه تلوني لوني، مش براحتك. مش عايزه تلوني، انت كده كده عاملاها لبيتك يعني. مش انت اهم حاجه عندك النظافه، مش اهم حاجه عندك اللون ولا كده. عاوزه تلوني هاتي بقى الوان من عند بتاع الصابون واشتغلي بيها عادي يعني، ما فيش مشكله. يلا بقى نتنشط كده، وكل واحده تقوم كده تعمل شويه نشاط، وتعمل شويه الخلطات الحلوين دول عشان العيد، وننضف بيوتنا كده ونخليها ريحتها حلوه وجميله. هتحسوا براحه نفسيه غير طبيعيه. بصراحه انا عن نفسي لما بتعمق في التنظيفات يعني ببقى مبسوطه جدا جدا يعني. فالحمد لله على كل اللي ربنا بيجيبه لنا. اهم حاجه لو انت مش مشتركه بقى تاني، مش هقولك كتير، اشتركي في القناه وفعل الجرس واكتبي تعليق حلو، واشوفكم على خير في فيديو جديد.